وهنا كده زي ما انتوا شايفين دي كده الفراخ بتاعتي عمرها 5 ايام بالظبط. وانا بدأت كده ان انا اضيف لهم على العلفة حبة كركم صغيرة كده، لان زي ما انتوا شايفين انا حطاهم في بوكس صغير خالص في ظل ارتفاع الاسعار اللي بيحصل اليومين دول، وان الفراخ البيضة وصلت ل70 جنيه، فكده كتير قوي. وهنا كده بضيف حبة البركة، لان طبعا البوكس صغير، ده كده فترة التحضير اول اسبوع بس كده. فزي ما انتوا شايفين انا هبتدي اعودهم كده على الخلطات، وبحط كده الكيلو العلف بياخد معلقه كركم ومعلقه حبه البركه. وهنا كده البوكس ده كده زي ما انتوا شايفين انا مخليه عاملاه حضانه كده. انت ممكن تحضني في كرتونه، اهم حاجه ان الفرشه بتاعتهم تتغير كل يوم، عشان الامراض والفيروسات اللي بتحصل من الكتمه بتاعه الفرشه بتاعتهم. انا هنا كده حاطه في الارضيه كيس كده زي ما انتوا شايفين، عشان يبقى سهل ان انا اشيله، اغير الفرشه وبطهره وبرجع احطه تاني. اما لو متوفر عندك اكياس ممكن انت بترميه وبتبتدي تعملي فرشه تاني، تحطي كيس وتبتدي تحطي فرشه تاني. انا بدات كده زي ما انتوا شايفين، انا باديه معاهم من اول الدوره، حاطه لهم في الميه فيتامين ا د ه لمده 3 ايام. يعني انا كده بستخدم فيتامين د الف ه لمده 3 ايام. وبدات كده الخلطات وبحط لهم بالليل الوجبه بتاعت بالليل اللي هي ببيتهم عليها، بحط لهم بصلايه صغيره، لان انا كده زي ما انتوا شايفين بحط حبه علفه قليله، يعني حوالي ربع كيلو، بحط عليها بصلايه وفص ثوم. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني بالخلطه وانا بعملها. بسم الله ما شاء الله. حجم الكتكوت زي ما انتوا شايفين، اهم حاجه في التربيه الدفا. احنا لازم طبعا كستات بيوت ولازم نوفر. في ناس هتقول لي العلفه غاليه، انت لو حسبتي تكلفه اكل الكتكوت بياكل 3 كيلو ونص، لو حسبتي 3 كيلو ونص على احنا هنا متوسط كيلو العلفة عندنا 20 جنيه في الشكارة. ممكن يتغير طبعا حسب كل بلد والتانية. احنا عندنا هنا بياخد 3 كيلو ونص، يعني هيكون عامل حوالي 70 جنيه. والكتكوت بتجيبيه خارج ب10 جنيه، يبقى كده صرف عليكي 80 جنيه، في ظل ان انت لما بتمشي الدورة خطوة خطوة وتمشي معايا بالمكونات اللي انا بحطها لهم. بسم الله ما شاء الله الاوزان ممكن توصل معاكي ل3 كيلو، وممكن ازود كمان، يعني ممكن تعدي 3 كيلو. فطبعا انت لو حسبتيها لا هتلاقيها اوفر في ظل ارتفاع الاسعار، وان الفراخ البيضة النهاردة وصلت 70 جنيه عندنا هنا في الفيوم، وممكن في محافظات تانية يكون اكتر من كده كمان. فتابعوا معايا وان شاء الله تستفادوا بالخلطات والوصفات اللي انا بعملها للفراخ. ويا رب فكرة النهاردة تكون افادتكم. النهاردة كده انا وريكم شكل البوكس اللي انا عاملاه متوفر عندي. انت ممكن تعمليه في كرتونة، بس تكون كرتونة تقيلة شوية تتحمل معاكي يعني ايه فترة التحضير. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ودمتم في حفظ الله.